خضع اللاعبان سفيان أمرابط وأمين حارث لفحص الكشف عن المنشطات بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني ونظيره التنزاني مساء أمس الأربعاء التي جرت على ملعب لوران بوكو بسان بيدرو بكوت ديفوار لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس إفريقيا للأمم. وكشف مصدر لوماتان سبورت أن اللجنة الطبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية كاف استدعت اللاعبين خلال استعدادهم للتوجه إلى غرف الملابس عقب صافرة النهاية بعدما وقع عليهما الاختيار العشوائي وفق البروتوكول المعتمد من قبل كاف وفيفا خلال البطولات الكبرى أو المباريات الرسمية، إذ تم اختيار أمين حارث مهاجم مارسيليا الفرنسي رغم أنه لم يخض سوى بعض الدقائق القليلة بعد دخوله بديلا في الشوط الثاني في الوقت الذي خاض فيه إمرابط متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي المباراة كاملة. وحصلت اللجنة الطبية على عينتين من اللاعبين المغربيين أرسلت الأولى إلى مختبر أوروبي معتمد دوليا لإخضاعها للتحليل المخبري، فيما سيتم الاحتفاظ بالعينة الثانية للعودة إليها عند الحاجة.